السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معايا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل حاجة هننزلها معاكم ان شاء الله. قبل اي حاجة ننزل حالا في الكومنتات نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. ايه امل الحاجات دي؟ تفتكروا هنعمل ايه النهارده؟ تفتكروا كده الشكل العام يدي لوصفة ايه؟ هنعمل البانكيك. ايوه البانكيك، وصفة سهلة وسريعة وهنعملها في ثانية ان شاء الله معاكم. دي المقادير بتاعتنا: معلقتين زيت، بيضة، معلقتين سكر، رشة ملح، طرف المعلقة ملح، والفانيليا والبيكنج باودر وكوباية لبن وكوباية دقيق. ودي الصوصات بتاعتنا على حسب الرغبة وعلى حسب احنا هنزينها ازاي. قبل اي حاجة هننزل بالبيضة وهننزل عليها بالسكر وهنضربهم بالراحة مع بعض. هنخفقهم كويس جدا كده مع بعض وهنزل عليهم برشة الفانيليا، حاجة بسيطة، فانيليا نقطتين كده بس كده. هنخفقهم كويس كده مع بعض. هنزل بالمعلقتين الزيت زي ما انتم شايفين كده لغايه اما السكر يدوب معايا خالص. الدقيق بتاعنا منخول كويس، دي رشه الملح. يبقى دي المكونات السايله مع بعضها. خلاص كده هنجيب ظرف الفانيليا البيكنج باودر وهننزله هنا. هننزل بقى باللبن. دي كمية اللبن بتاعتنا اللي هي كوباية. يبقى نزلنا بالبيضة أول حاجة، وبعدين نزلنا عليها بالمعلقتين السكر وذرة الفانيليا أو رشة الفانيليا لو هي باودر عندكم، وبعد كده نزلت بالمعلقتين الزيت، وبعد المعلقتين الزيت نزلنا بالبيكنج باودر ورشة الملح وكوباية اللبن، وقلبنا كله كويس قوي عشان هننزل بدقيق دلوقتي. بسم الله. هننزل كده شوية شوية، يعني ننزل الدقيق كده على 3 مرات مثلا لغاية اما القوام بتاعنا يبقى مظبوط. وهتجربوا احلى بان كيك ان شاء الله. بدأ القوام بتاعنا يتقل، بس هنستمر في الخفق كده لغاية اما يتجانس كله مع بعض. خلاص كده نزلت بالكمية بتاعتي كلها. هقلبها بقى كويس قوي كده. المقادير بتاعتي ما شاء الله مظبوطة لأحلى عجينة بانكيك. انتوا بقى تزينوها زي ما انتوا عايزين بالطريقة اللي تحبوها. هخفقها بس كويس كده دلوقتي عشان هحط طاسة سخنة على النار ونعمل البانكيك على طول. بس شايفين العجينة بتاعتنا قوامها عامل ازاي؟ مظبوطة جدا كده. القوام بتاعنا مظبوط لأحلى بانكيك. هنحط طاسة على النار نسخنها وننزل بقطع البانكيك بتاعتنا، كبيرة صغيرة على حسب ما تحبوه، كل واحد وطريقته. انا اعملها قطع صغيرة خالص. بصوا بقى، انا كان عندي العلبة دي مقسومة كده على جزئين. هي للصوصات عامة، يعني شوكولاتة وكريمة او اي حاجة يعني. انا هحاول احط فيها لانها بقمع كده وانزل بيها الكمية اللي انا عايزاها. هجرب كده ونشوف مع بعض. بصوا بقى، حاطين طاسة سخنة ومسحينها بس بزيت، مسح مش فيها زيت. هنزل بقى بالكمية بتاعتي كده واشوف.
شايفين؟ شايفين؟ وتعالى ايه؟ ما تطلعش على السرير يا محمد، ما تطلعش على السرير. وبكده اكون عملت كميه البانكيك اللي معايا كلها ما شاء الله. المقادير مظبوطه، بس هنا هنبين على حسب كل واحد ورغبته. كل واحد بقى بيحب ايه نحطهوله. اللي بيحب صوص الكراميل نعمله بصوص الكراميل، اللي عايز بصوص الشوكولاته نعمله بالشوكولاته. كل واحد على حسب طلبه يا جماعه. بصوا بقى، هو دي كميه البانكيك اللي عملناها. كوبايه دي واحده وكوبايه لبن. هنرش بقى الصوصات المتاحه عندكم، مش حاجه معينه. بصوا بقى، كل واحد وزي ما بيحب ياكل. دي اول حاجه، اول طبق بانكيك بصوص الشوكولاته. الطبق القليل ده هنعمله بالصوص ده، لان هم عيال اللي بيحبوا التوت والحاجات دي. ده بطعم التوت؟ ده بطعم التوت. الشوكولاته احلى يعني، بس الاكبر فيهم هو احسن منهم كلهم. بس انت عارف انت المفروض تتعاقب عشان انت بوظتلي الستاند. يا ماما تعاقب ايه؟ تتعاقب يا محمد. ده صوص الكراميل، يا سلام. احلى طبق بانكيك ده ولا لا يا محمد؟ حلو جامد. بصوا كده، ايه رايكم؟ خلاص، وهنعمل بقى ايه فراوله برضه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا معانا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لي احلى لايك للفيديو ده. والبانكيك يا رب يكون عجبكم طريقتي فيه. هنا ده طريقه ده بالكراميل، بصوص الكراميل، وده بصوص الشوكولاته، وده بصوص التوت البارد. لايك وشير سبسكرايب في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.